هي انا بغيت نرقد، تصور الله جاتني معلومه سي امبوسيبل نخليها عندي، خاصني انا نقولها لكم انا الاول. المنتخب الوطني الجزائري سيلعب افتتاحيه كاس افريقيا 2025 في المغرب امام المنتخب السوداني يوم 24 ديسمبر في الملعب مولاي الحسن بالرباط. صاي المباراه الثانيه يوم 28 ديسمبر امام المنتخب البوركينابي وكذلك على ملعب مولاي الحسن بالرباط. والمباراه الاخيره سوف تكون امام المنتخب الغيني الاستوائي يوم 31 ديسمبر في ملعب مولاي الحسن بالرباط. صحيح عرفنا غادي نلعبوا وعرفنا وين غادي نلعبوا وعرفنا اسم تاع الملعب اللي غادي نلعبوا. الأمير مولاي الحسن بصفته الابن البكر للملك محمد السادس والوريث الشرعي للعرش المغربي لم يكن يوما بعيدا عن المسؤولية. يوم ولادته كان بمثابة حدث وطني. وقف الشعب المغربي أمام قصر دار السلام للاحتفال به، فهو رمز لاستمرار النظام الملكي. ومنذ ذلك الحين أصبحت حياته محط اهتمام المغاربة والعالم بأسره. بدأت تربية الأمير ليصبح ملك المستقبل منذ نعومة أظافره، حيث أحاطته عشرات المربيات اللواتي تم تدريبهن خصيصا للتعامل معه. ورافقته والدته الأميرة سلمى بتوجيهات وإرشادات لتتبع مراحل نموه وتهيئته ليصبح شخصية استثنائية في جميع تفاصيل حياته اليومية. بدأت المرحلة التعليمية للأمير عند التحاقه بالمدرسة المولوية، حيث تعلم اللغات والسياسة وعلوم الرياضيات والاقتصاد، وتلقى دروسا خاصة بالفروسية والسباحة وفنون الرماية. وفي المدرسة يرافقه نخبة من التلاميذ المختارين بعناية ليكونوا مستشاريه المقربين في المستقبل، تماما كما فعل الملك محمد السادس مع صديقه ومستشاره الحالي فؤاد عالي الهمة.